حبايبي الزملكاوية، يا رب دايما بخير ويا رب دايما في أحسن حال. وحشتوني جدا جدا جدا. وأنا بقالي فترة كبيرة جدا ما طلعتش. والمهم كل سنة وانتم طيبين علشان العيد، وعيد سعيد عليكم. وسبب عدم ظهوري آه، يمكن لأنه أنا اتكلمت كتير قوي 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 قوي، ولحد ما أظهر لكم النهاردة. أنا كنت بقول انا لو طلعت اتكلم ممكن الكلام يبقى مش عارفة. و... وحسيت بيأس وحسيت بظلم وحسيت بحاجات كتيرة جدا جدا. وانا هنا يمكن انتوا خدتوا بالكم، انا لا بعمل القناة عشان اطلع كل يوم اقول اي كلام واقول صفقات واقول لعيبة واصل مين لعب ومين ما لعبش. لا، انا بطلع اقول اللي انا حاساه كزملكاوية، ويمكن ده انتوا واخدين بالكم منه، الا كنت طلعت كل يوم قلت اي كلام. انا كزملكاويه وكل الزملكاويه في كل الوطن العربي وفي كل العالم اكيد حاسين اللي انا حاساه. بس ببساطه شديده قبل ما اقول لكم اللي انا حاساه، انا اسفه اني اقول ان بعض الزملكاويه والجماهير الزملكاويه هم السبب في اللي بيحصل للزمالك. النهارده انت كجمهور زملكاوي بتعشق الكيان زي ما انت بتقول. اللي بيعشق الكيان ما يطلعش كل شويه ينقسم، اللي يهاجم واللي يشتم، واللي تبع مش عارفه مين فبيدافع عنهم، واللي مش عارفه ايه يبقى ضد الاداره. وبص بقى، ما هو انت لو بتحب الكيان انت بتتهم دايما الناس اللي كانت بتدافع عن المجلس او عن الشرعيه. انا بتكلم على اني بدافع عن مجلس اداره منتخب من جمعيه عموميه، وان الزمالك نادي كبير، هو مش مركز شباب. عشان النهارده انت كمسؤول كل شويه تشيل المجلس. انت بقى كزملكاوي ده مش فارق معاك، انت بتحب وتكره. لو بتفكر في الكيان انت بتقول على اللي بيدافعوا اصلهم مطبلاتيه. طب حضرتك كزملكاوي انت بتحب الكيان بدليل ايه؟ بدليل انك لو كسبت بص طايره ما بتقولش مبروك، بتبقى متضايق. لا لا لا، الزمالك يكسب ماتشات، لا 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 لا، انا انبسط من ايه لما يبقى الزمالك ياخد معرفش ايه. جزء منتمي لاعضاء مجلس سابقين فيكلموه. ما هو كمان مشكله اعضاء المجلس السابقين، ما هو انت لو بجد بتحب الزمالك مش هتبقى مصاحب واحد عنده جروب ولا عنده معرفش ايه فتقعد تقول له اتظلمت واصلنا وعملت. لا، هتقول له سيب مشكلتي على جنب، اهم حاجه الزمالك. لكن لا، هو كله مجموعه عامله واحد عامل قناه عشان يطلع واحد 24 ساعه بيهاجم الزمالك وبيهاجم مجلس اداره الزمالك وبيهاجم رئيس نادي الزمالك وبيهاجم لعيبه الزمالك، مع انه سابقا كان بيهاجم اعضاء المجلس في النادي الاخر المنافس، وكان بيهاجم الاعلاميين. وعندي مستندات وعندي كلام. ما هو الناس لو بتعرف ان اليوتيوب وان جوجل بيحتفظ بالحاجات دي ما كانش الكلام انعكس. ما هو انعكس ده يعني معناها ان دي مش الحقيقة. فبعض الزملكاوية النهاردة كل واحد منقسم. انت المفروض عشان الكيان بتاع النادي تظهر قوتك يا اخي، تنحى شوية عن بحب وبكره. يا اخي فكر في الزمالك انه عيب لما نادي كبير ده مهما كان فيه نادي لما اخطأ ما حدش قدر يشيل مجلس الإدارة. وانت اصل مجلس الإدارة واصل مش عارف ايه وتهاجم وتنزل. افكر في الزمالك. احنا قعدنا سنة في عزل وجات لجان وقال لك اصل في مخالفات، وطلع ما فيش بعد ما قعدت سنة في الجان. اللجان دي جت افتح باب تبرع، لعيبه مش عارف مين، مصطفى محمد سافر، فرجاني ساسي ما كانوش بيقعدوا معاه، مش عارف مين مشي. انت كل ده نسيته وتفتكر اي حاجه بتحصل في الوقت الحالي. وبعدين قال لك ما انت كسبت دوري. اللجان دي كانت بتلعب وبتكسب بصفقاتك اللي انت جبتها. لكن مين اللي المدير الفني بتاع السله مشي وهو في عهده هم بيحلوا لك ان دي اللجان حلوه وانت فرحان قوي. يا عم بقى يلا يا عم، يا عم انت بقى كفايه كفايه. انت مش حاسس باللي حواليك؟ انت ليك نفسك تتفرج على كوره؟ انت عارف يعني ايه حاليا؟ انت مش من حقك تطلب عدد جمهور، انت مش من حقك تعترض،
انت مش من حقك تقول تنسحب. انت عشان تأيد لعيبه تقعد فتره علشان خاطر تأيد لعيبه وتروح وتيجي وتنزل وادفع واعمل وسوي حضرتك الزمالك بيتهان. حضرتك قول لي النهارده الاسماعيلي فين؟ ضاع. المصري فين؟ ولا حاجه، ولا يقدر يلعب في الاستاد بتاعه ولا اي حاجه في الدنيا. بيراميدز، انا بكلمك دلوقتي انديه شعبيه، والنادي اللي عمل استثمار وجاب اكبر صفقات وخدهم من المنافس بيعمل ايه؟ قال لك هقفل استثماراتي. انت بقى من عزل قضيه، مفيش قيد لعيبه، اصل مش عارف قضايا ايه، اصل مين بيشتكي ايه، على طول اخطائك في السبوت، على طول كلامك، على طول. حضرتك في نادي تاني عملوا من لاعب هارب. انت شايف الجو العام اللي انت بتلعب فيه كوره ده؟ انا هقول لك ايه في الاخر الهدف ايه، ويعني وربنا بقى، يعني انا هقول اللي انا عايزه اقوله. حضرتك لاعب هارب، خلوه ايقونه، وقولوا انت بينك ايه وبين ربنا يا اخي؟ انت تقول حسبي الله ونعم الوكيل. مش عارف ايه والزملكاويه بقى، مش ده كهربا اللي كان مجلس الاداره بيقول عليه ده هديتنا وده هديتي ليكوا؟ ده على دليل ان كان كهربا ده لاعب كويس. كهربا ما تألقش غير عشان عارف ان لو ما عملش كده لا في نادي هياخده وهيتوقف وغرامه وفلوس. مش كهربا ده اللي كانوا بيزعقوا وبيتوقف وبيطلع يكسر ويزق لو اتغير؟ مش ده كهربا اللي كان الاعلامي بيقول اصل بيجي مش نايم ومش طبيعي وما فيهوش مش عارف ايه؟ مش ده كهربا اللي اتخانق في اوضه اللبس مع مدير الكره مره ومع الشناوي مره؟ هو مش ده؟ احنا مش محتاجينه. حضرتك هو كان عندك وانت قعرته سنتين واخدت بطولات. دلوقتي حضرتك جاي تقول اصل كهربا وهم عاملين، تخيل بيعملوا من لاعب. طب بلاش، انتوا ما خدتوش بالكم من العقوبه اللي جت عليه؟ اتحاد الكوره ولجنه الانضباط قالت العقوبه بعد قد ايه؟ يا اخي ده انت الزملكاوي بيغلط في نفس اليوم. ده احنا شيكابالا عشان زعق وما قالش غير كلمه اصل انت مش زملكاوي، اصل انت بتنتمي للنادي التاني، اتوقف واتحايله وكلمه قال لك مش هيلعب. وما شتمنيش وقال لي اصل انت كذا بتشجع النادي التاني، اتوقف في نفس اليوم. امام عاشور بيهتف جوه اتوقف. ولما جينا واكيد كل الزملكاويه عارفين يقدم تظلم، قال لك التظلم ما وقفش القرار، ما ينزل ما يمحيش الوقف. العكس تماما في هذا اللاعب التاني اللي شتم وقال الفاظ بذيئه وما ينفعش اللفظ يتقال. يا راجل ده بيهتفوا بيه دلوقتي، حد بيعاقبهم؟ يقول لك اصل منعنا مش عارفه كام متفرج، وانت هتلاقيهم فاتحين لك الاستاد على حاجه و50,000 وفتح باب الاستاد مش عارفه في ماتش ايه. واصل التظلم يوقف ونفس الاعلامي اللي كان بيقول انتصار للمبادئ في عقوبه امام عاشور هو اللي بيقول اصل النادي التاني هيصعد. النادي التاني يقول هصعد وهشتكي محدش يتكلم. طب مش عارفه مره نادي الاسماعيلي لما قال لك انا اصلي هنسحب واعمل، طلع الاعلامي والاعلاميين الباقيين يتريقوا عليه ويقولوا. لكن هنا الكلام هو كده. اما اتحاد كرة يطلع يقول انت بتحرجني ليه مع جمهور زي ده، هو ده معناه ايه؟ اما حضرتك خايف من جمهور او قلقان انك الجمهور ده يغضب، عرفتوا ان الجمهور بيبقى له قوة وله قيمة؟ هو ده جو رياضة؟ هو انتوا شايفين فيه أندية؟ ولا هو المقصود انه يبقى هو نادي واحد ويلعب بقى ايه؟ الزمالك خلاص احنا بنهده من عزل الوقف المخالفات اللي مش عارف ايه، الاسماعيلي خلاص، المصري خلاص، الأندية كلها خلاص، بيراميدز مش مشكلة في الاستثمارات، والنادي بقى التاني يلعب بقى أندية الشركات، مش عارفة نادي ايه على نادي ايه على نادي ايه. يا اخي في رئيس نادي لما الإداري بتاعه يقول انا هشتكي ان في لاعب موقوف ولاعب، يطلع يقول ده اداري وانا مش هقدم شكوى، وهو 24 ساعه ما بينزلش بوستات ولا حاجات على تويتر الا عن النادي اللي بيشجعه، هو رئيس نادي. هو ازاي؟ هو المقصود ايه؟ هو انت تسمع حاجه عن المنتخب؟ هو انت يعني شايف المنتخب ده زي زمان والجمهور؟ لا، هي بقت نادي واحد، هو النادي ده اللي يدخله جمهور، هو ده اللي لعبته انزل يا ابني اضرب وكسر واشتم واهتف، انت مش هتتوقف، انت مش هتتعاقب، اعمل اللي انت عايزه. بقى هو النادي اللي بيمثل زي ما هما كانوا بيقولوا، هما نفسهم بيقولوا
احنا نادي مش عارفه ايه الدوله، احنا فوق كل الناس، فوق الجميع. هو بيقولوا كده على فكره، واحنا كنا بنقعد نتريق. بس واضح ان مفيش انديه خلاص، منتخب برضو خلاص. هو النادي اللي لعبته ما بتتعاقبش، اللي اللعيبه اهرب وافسخ عقدك، لكن انت كده مظلوم وحاجه اسطوره من الاساطير وحرام تقعد وما تلعبش. هو كان مرمي سنتين ولا حاجه، والزمالك كان بيكسب بطولات. لاعب يضرب ويهتف ويعاقب مفيش فايده، جمهور يهتف ويشتم ويقول نفس اللفظ اللي توقف بيه، يطلعوا يهتفوا الناس فرحانه قوي قوي. هو ده، هو ده اللي انتوا عايزيني اطلع بعد كده اقول الكوره واحنا. انت عارف يعني ايه لعيبه الزمالك بتلعب يا جماعه؟ يا جماعه، النادي الاحمر لما بيجي يلعب انت عارف يعني ايه لعيب ينزل يقول لك ايه؟ انا النهارده لو ضربت ولو هتفت ولو شتمت ولو قعدت ولو غنيت مع الجمهور وقلت الفاظ واتخانقت وشوحت انا مش هتعاقب. ولعيبه الزمالك بتنزل، هي لعيبه الانديه كلها بتنزل، انت لو عملت كده انت هتتعاقب. انتوا عارفين لما الشناوي ضرب اللاعب، هي لولا انها كانت قدام الحكم والكاميرات جابت ما كانش اتعاقب؟ انت عايز تتكلم في رياضه وكوره وتقول اصل مجلس اداره الزمالك مش انت بجد متخيل ان المشكله ان مجلس اداره الزمالك اصله مش عارف يجيب ايه، واصل اللعيبه؟ انت بتتكلم في صفقات وفي لعيبه وناسي الاساس. حبيبي انت لو عندك كل الصفقات ده، انت ما فرحتش ان جاب لك مدير فني عالمي، انت ما بتعملش حاجه غير انك منقسم وبتهاجم، فحضرتك تتحمل نتيجه انقسامك وده. لكن انت لو ايد واحده، تعالى النهارده الزمالك لازم لما يقول هنسحب، ده التانيين قال لك لو يا نهار اسود لو الهارب ده اتوقف انا مش هلعب السوبر عادي. زمالك بقى المفروض انه لما هيقول انا هنسحب، انت هتشوف كم قناه هتطلع تهاجم وكم قناه هتطلع تقول واصله هيتوقف كذا سنه ومش هيشترك في المسابقه تاني واصله مش عارف ايه واصل ايه. يا جماعه في لخبطه كده، في حاجه انا مش فاهماها. في حاجه اسمها مفيش كوره، مفيش نادي غير هذا النادي وبس. انت لو واقف ايد واحده واقف مع مجلس ادارتك وتبين يعني ايه مفيش عداله يا راجل، ده انت حتى ماتش السله يا نهار ابيض. هو كده يا جماعه ما حدش هياخد بطولات، صدقوني انت ما عندكش رياضه. انت كان الدوري المصري الناس بتفكر تجيبه فين وتعرضه فين وتاخد ماتشاته وتاخد، مفيش الكلام ده. النهارده القناه اللي كانت بتعرض كاس العالم اشترت الدوري السعودي. في حاجه فير، في حاجه اسمها عداله، في حاجه اسمها اكبر نادي بيتعاقب ويتوقف من غير، في حاجه اسمها. لكن هنا بصوا في الانديه كلها تتعاقب ونادي واحد ما بيتعاقبش، ما بيتعاقبش. فحضرتك عايز نطلع اتكلم في الرياضه اقول ايه؟ مفيش رياضه، مفيش كوره، مفيش حاجه، مفيش تفاؤل. طلعت كتير وقلت كتير واتكلمت كتير وزهقت وقلت لكم قبل كده يا جماعه كفايه هجوم، يا جماعه كفايه بقى، يا جماعه بس بقى. انت عندك مجلس اداره اقسم بالله لعيبه بتلعب وهي عارفه انها يعني اقول لك ايه، ده في لعيبه لعبت عشان تتأيد، قعدت قد ايه عشان تلعب، عشان تتأيد وتاخد كارنيهات اللعب. لعيبه عملت بطولات والقنوات كلها ماشيه بتهاجمها، ده تعبان، ده راحت عليه، ده مش عارف ايه، ده ايه. هو ده الجو اللي اللعيبه بتلعب فيه. مجلس ادارتك فلوس وعايز انت كل الالعاب، كل الفرق، ناشئين، مدير فني، كل ده انت بتعمله وانت ما عندكش. ده في نادي تاني عنده 5 6 شركات راعيه بمليارات وبيقول لك اصل ما فيش فلوس ادفع واجيب كذا. صفقات فاشله وصفقات بتتجاب وتمشي في نفس الوقت وبتقعدش شهرين، ولاعب برازيلي ولاعب مش عارفه ايه وبرضه عملوا منه اسطوره في الاول وقعدوا يتريقوا على الزمالك. والله هيتوقف لما نشوف. عايزين يمشوه ما حدش بيتكلم، يقول لك فين الفلوس؟ كم مدير فني جه في عهد مجلس الاداره دوت ومشي ما حدش بيتكلم. لكن انت مش عاجبك حاجه، مش عاجبك حاجه. انت بتلعب، انت ما عندكش غير شركه راعيه واحده. انت عندك نادي، انت ده انت كل سنه يا اخي بيمشوا مجلس ادارتك.
ده انت النادي الوحيد. ايه ده؟ وايه الاعضاء السابقين؟ وايه اللعيبه السابقين اللي لا ليكوا ولا بتدافعوا عن زمالك ولا بتتكلموا ولا بتقولوا ازاي اللاعب ده موقوف ويلعب وازاي الظلم ده وازاي؟ مفيش. ده مجلس اداره بيحارب لوحده، واقف لوحده. هو سؤال، هو لو النهارده حاسين ان مجلس الاداره ده ما بيعملش حاجه، تفتكر هتقوم عليه الحرب دي كلها؟ واللي يعمل قناه عشان يتشتم، واللي يعمل معرفش، والاعلاميين تتكلم والصفحات بتاعتهم تتكلم ومش عارف ايه يتكلم، و24 ساعه قضايا. انت مصدق انه لو فاشل هيعملوا كل ده؟ فتصحى انت بقى للي بيحصل. ولو ان احنا حتى لو صحينا وعملنا وما فيش حل خلاص. هو ده الواقع، هو ده الواقع. الرياضه في مصر مفيش رياضه، أندية ومنافسة وعدالة. وفي حاجة اسمها ده بيجيبوا لك العدالة متغمية والميزان معادل. احنا مش بنطلب تجاملونا ولا بنطلب ان انتوا يعني تميزونا، لا، احنا بنطلب العدل. ننزل الملعب، اللي اخطأ يتحاسب واللي ما اخطأش يلعب. لاعب هنا توقف يبقى اللاعب هنا يتوقف. هنا في عدالة وهنا في عدالة. هنا التحكيم صح مع الحكم اللي يحكم لأندية في اخر الجدول زي ما بيحكم للأندية الكبار. يقول لك اصل احنا ثقة هنجيب تحكيم مصري البيراميدز عشان ثقة. اصل الخبير الأجنبي قال لك التحكيم المصري. يا عم ده انت أجنبي. إذا كنت انت أجنبي، إذا كانوا عشان يجيبوا خبير يا عم يقول للحكام ويغير الحكام جابوه أجنبي. ما هو انت لو التحكيم انت واثق فيه مش هتجيب خبير أجنبي. فحضرتك الخبير الأجنبي الخواجة اللي جاي ببورنيطة بيقول لك التحكيم المصري. يا عم ما هو لو المصري ما كانوش جابوك يا عم. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا عايزين مننا ايه؟ كفايه بقى جمهور الزمالك، كفايه. انسى المشاكل وقف ورا ناديك بقى. حب الكيان بجد. حبايبي الزملكاويه، انا بقول مفيش امل. امل راحت. بس احنا بقى عندناش غير كيان بنشجعه في الانتصار والانكسار الى ان يقضى الله في امرا مفعولا. ندعي بقى كده كلنا. احنا في ايام مفترجه، انا دعيت وانتوا ادعوا يا رب ارفع الظلم بس. ورزقي ورزقكم على الله. لكن تقول لي كرة ورياضة، فانت ده دورك تبقى ايد واحدة. يا اخي مرة واحدة احترم الجمعية العمومية قالت ايه. انا ما بقولكش حاجة. وبعدين اللي شايف نفسه من الاعضاء السابقين، يا عم انزل انتخابات يا عم. ما انت ما بتنجحش فيها برضه. سيبونا بقى في حالنا بقى، سيبونا بقى انقسامات بقى. حبايبي الزملكاوية، يا رب دايما بخير. ويا رب يا رب يكون اللي جاي يبرد نار كل الزملكاوية. حبايبي الزملكاويه، كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم. طول ما انتوا ايد واحده صدقوني، صدقوني في الاتحاد قوه. مش من مصلحتنا الانقسام. حبايبي الزملكاويه، يا رب دايما بخير وفي احسن حال واحلى سلام على احلى زملكاويه.